الولد الصغير ده لقي بجع صغيرة، وكل اللي على الأرض دول عبارة عن بجع تم اصطياده. والولد الصغير خلع هدومه وحط الفراخ الصغيرة ورجع على البيت، وجاب صندوق خشب صغير وحط فيه جرايد وحط الفراخ الصغيرة فيه. والفراخ الصغيرة دي عاشت في البيت ده وعدى عليها أول ليلة. بعد كده في مشكلة كبيرة ظهرت، إن الفراخ دي صغيرة جدا ومش هيعرف يأكلهم. بعد كده الولد الصغير فكر في فكرة، جاب مطحنة وفرم فيها السمك، والنتيجة كانت كويسة، كان نسبة السمك التالف قليلة. بعد كده استخدم القطارة وأكلهم نقطة بنقطة، ولما شافهم بياكلوا كان سعيد ومبسوط جدا. وفي يوم من الأيام كانت الدنيا بتمطر وأبوه كان بيصطاد وراجع البيت. الولد شد أبوه وقال له تعالى أوريلك حاجة، وشاف الفراخ الصغيرة. الأب كان سعيد ومبسوط جدا، ودي تعتبر أول مرة الولد الصغير كان سعيد ومبسوط من يوم أمه ما ماتت. وبالليل راح جاب الكوفية بتاعت والده وغطاهم بالليل، وكان لما بيروح ينام كان بياخدهم معاه. وكان في فرخ صغير ضعيف لفه بالكوفية دي علشان كان هيموت من البرد. وبعد كده الأب صنع آلة لفرم السمك عشان يسهل عليه أكل السمك. وبعد فترة البجع كان بيكبر وبدأ يطلع ريش، وكانوا لما بيجوعوا بالليل بينادوا على الولد الصغير. الولد كان بيستخدم الكوباية الصغيرة علشان يأكل البجع، وصوت البجع كان بيزعج أبوه بالليل، والولد كان مكسوف من أبوه جدا. والولد الصغير ادى لكل بجع اسم مختلف، والأب كان كل يوم بيطلع يصطاد عشان يصرف على البيت، وكمان بيجيب السمك اللي هياكله البجع. ولكن البجع كان بيكبر يوم عن يوم وهيحتاج أكتر وأكتر، وكان بيملى جردلين من السمك وكان يدوب بيكفيهم. ولما كبروا كان عندهم ريش جميل، وكانوا بيروحوا معاه على الشط ويلعبوا معاه كورة، وكان بياخدهم معاه في أي مكان بيروحوا. وكل يوم كانوا بيصحوا الأب عشان يروح يصطاد من البحر، ولكن السمك اللي كان بيصطاده ما كانش بيكفيهم، وكان لازم ياخدهم السوق ويشتري لهم سمك تاني. الولد الصغير كان بياخدهم ويمشي بيهم في الشارع، والناس كانوا بيتفرجوا عليه وكانوا حاسين بالفضول. وحتى الست صاحبة محل السمك كانت مستغربة وهي بتبيع لهم السمك. والأب قال لابنه البجع لازم يرجع الطبيعة عشان يعيش هناك، وانت مش هتفضل طول حياتك تهتم بيه، سيبهم يمشوا أحسن. الولد الصغير كان بيبكي، لكنه في النهاية وافق على كلام والده. وبعد كده الولد كان بيعلمهم يصطادوا السمك، وكانوا بينجحوا مرة ومرة لأ. والأب كان قاعد هو وأصحابه ويتفرجوا على الولد وبيضحكوا. الولد كان بيعلم البجع الطيران، وكان بيفرد دراعاته وكان بينط وبيرقص. البجع كان بيقلده وبيحاول يطير، وفي الآخر نجح وطار في السماء. ولكن كان في بجعة صغيرة ما كانتش راضية تطير، باين كده إنها مش عايزة تسيب الولد وتمشي. والولد الصغير حضن البجعة دي وكانوا قاعدين على الشط، وبعد كده كانوا بيعلموا الطيران، وبسرعة قدر يطير في السماء. وأيام الوداع كانت بتقرب، الأب كان بياخدهم معاه البحيرة، وبعد كده هما كانوا بيعرفوا يطيروا ويفردوا جناحاتهم في السماء. ولكن كان في بجعة صغيرة ما كانتش راضية تسيبه، والولد كان بيحركه بس ما كانش عايز يطير. الولد كان بيبكي ويترجاه علشان يطير، باين كده ان البجعة دي فهمت كلام الولد وطارت بعيد في السماء. الأب وابنه كانوا راكبين المركب وبيتفرجوا عليه من بعيد. وبعد كده الولد الصغير لما رجع البيت كان حاسس بالوحدة. وبعد كده الولد راح المكان اللي لقاهم فيه في الأول على أمل إنه يلاقيهم تاني، بس ما لقاش حاجة، وسمع صوت بندقية الصياد وهو بيصطاد. وقتها كان قلقان جدا عليهم وراح حكى لأبوه، والأب كان بيطمنه وبيهديه وقال له ما تقلقش، الشهر الجاي هيكون فيه انتخابات والمنطقة دي هتكون محمية، وساعتها هيكونوا في أمان. في يوم الولد كان صاحي من النوم وراح الحمام وشاف واحدة من البجع موجودة، والأب كان سعيد ومبسوط. ومن بعدها البجعة دي ما كانتش بتفارق الولد الصغير، وكانوا بيروحوا مع بعض في كل مكان، وكانوا زي ما يكونوا عيلة واحدة مع بعض وبيقضوا وقت جميل. والأب كان بيقول للبجعة تروح تدور على الولد الصغير. الولد كان بيوري صورة أمه للبجعة وبيقعد يحكي عنها، ولكن العيلة الجميلة دي هتواجههم مشكلة بعد كده. الولد الصغير كان بياخد البجع ويمشي في الشارع كالعادة، وشاف الصياد في الشارع وكان بيعترض على ان المنطقة دي تبقى محمية طبيعية. الولد كان ماشي ومعاه البجعة وكان حاسس ان الصياد بيستفزه. هم حذروا الولد الصغير وهو اخد البجعة ومشي. ولما كانوا بيتفسحوا بره سمعوا صوت البندقية بتاعت الصياد، وكان بيقتل مجموعة كبيرة من الطيور. وبسرعة البجعة الصغيرة رجعت وطارت ناحية الصياد وكانت عايزة تهجم عليه، ولكن ده كان عامل زي الخروف اللي وقع في فم النمر. ولما الصياد كان بيستعد انه يقتل البجعة، وقتها الولد الصغير جه وانقذ البجعة وشاف كمية كبيرة من الطيور المقتولة. وقتها سأل الصياد، والراجل صاحب ابوه جه لما سمع صوتهم وقال للناس دي امشوا من هنا. وفي يوم كانت البحيرة فيها امواج عالية والدنيا كانت هتمطر، والاب كان راكب المركب وراجع للبيت، وفجأة الموتور بتاع المركب عطل، والولد الصغير جري ناحية البحر وشاف المركب بتاعت ابوه وسط الامواج. الاب كان ماسك في المركب المقلوبة
والولد الصغير خلع الطاقية بتاعته وربط فيها حبل ورماها في الهواء، والبجعة مسكت الطاقية بمنقارها وراحت ناحية الأب، وفي الآخر قدرت إنها توصلها للأب، والأب مسك في الحبل وفضلوا يشدوه ناحية الشط، وفي الآخر الأب وصل للشط. بعد كده الخبر بتاع إن البجعة أنقذت الراجل انتشر في جميع أنحاء المدينة، والناس بدأت تديهم تبرعات، والأب كان نفسه ابنه يدخل المدرسة عشان يتعلم، ولكن الولد ما كانش عنده الرغبة دي وجري بعيد، وقبل ما يمشي شاف الصيادين بيجوا يصطادوا طيور، والبجعة لما كانت بتسمع صوت ضرب النار كانت بتطير في الهواء، والولد كان بيجري وراها، والبجعة لما شافت الصيادين راحت ناحيتهم وهاجمتهم، والصيادين وجهوا البندقية ناحيتها، والولد كان بيجري وينادي عليهم ولكنهم ما كانوش مهتمين بكلامه، والصياد ضرب عليه نار، والبجعة وقعت على الأرض، والولد الصغير كان غضبان وجري ناحيتها، ولكن الصياد قال له أنا مضطر، أنا حذرتك قبل كده. بعد كده مشي وسابوه، وفي الوقت ده الأب جه، الولد الصغير شال البجعة وكان بيلوم نفسه، ولما رجع البيت ما كانش عايز يسيبها وكان بيبكي طول الليل، ولكن للأسف البجعة دي ماتت، وتاني يوم راح دفنها في التراب، ولكن الولد أدرك وقتها وقرر إنه يسيب المكان الحزين ده ويروح المدرسة، وبعد سنين كتير كبر وبقى جد، وجاب حفيدته للمكان ده، وكان بيشيل حبات الرمل عشان يفتكر البجعة دي، ولكن موت البجعة دي ما راحش على الفاضي، ولما خبر موت البجعة دي اتعرف المنطقة كلها اتحولت إلى محمية طبيعية، وعملوا في المكان ده تمثال للبجعة علشان يفضلوا يخلدوا ذكراه، ومن بعدها المكان ده اتحول لجنة الطيور، والدولة دي بقت أكبر دولة فيها عدد من الطيور، ومش من المبالغة إن احنا نقول إن الإنسان والطيور يقدروا يعيشوا في نفس البيت تحت سما واحدة، وكل سنة كانت بتيجي مجموعة كبيرة من الطيور النادرة وكانوا بيتعرضوا للصيد الجائر، والصيد الجائر ده ممكن يؤدي لانقراض الأنواع، وطيور كتير لما بتهاجر عشها مش بتقدر ترجع لأولادها. دعوة لينا كلنا إننا نحافظ على الكائنات الحية علشان تعيش في مكان أفضل.